سامعين حضراتكم صوت القرمشة القمر ده؟ السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده هنعمل احلى صينيه رقاق فعلا بتركات بسيطه هتفرق معاكي، هتشرفك قدام ضيوفك وقدام جوزك واولادك وفي عزوماتك. بتمنى تجربوها بطريقتي وشويه تركات بسيطه كده، هتعملي احلى صينيه رقاق يا بنات. يلا عشان احنا مستعجلين. بصوا حضراتكم، هنا انا بحب اشتغل في الصواني الالومنيوم. معاكي اي صينيه الومنيوم ممكن حضرتك تعملي بيها. ومعايا نص كيلو من اللحمه المفرومه عصقته حضرتك، طبعا معصجين اللحمه كتير. اللحم وبصلتين متوسطين تبشريهم واتنين حبه طماطم ببشرهم وبحطهم كلهم على النار مع شويه فلفل اسمر وملح. حلو كده، ما يبقى معانا نص كيلو من اللحمه المفرومه وجبنا صينيه. اول تركايه بقى ان انت لازم تدهني الصينيه وتكون ناشفه. صينيه اي نوع صواني، بس انا بحب الالومنيوم، تكون ناشفه يا بنات، وتدهنوها دهنه محترمه من السمن. اي نوع سمنه، برضو اي نوع سمنه يا رودي، عشان ما بس انا بستعمل البلدي. يعني دايما حاجات العيد او الرقاق او في حاجات معينه بحب كده استعمل. ما عندكيش مش مشكله، اي نوع سمن، بس كتري وما تستخسريش في موضوع ان انت تدهني الصينيه. تاني حاجة، نجيب أي صينية أو حلة أو أي حاجة، حط فيها لتر من الشوربة المغلي، لازم تكون بتغلي كده قدام عينك يا بنات. وتنزلي بمعلقة سمن كبيرة، وتنزلي بكوباية من الحليب، أو في مصر عندنا بنقول اللبن، كوباية برضو مغلية من اللبن، وظبطي ملحك. وانزلي بقى، هنجيب الرقاق. بصوا، اول وحده رقاق ما بدهنهاش او ما بسقهاش كلها او ما ببلهاش كلها، ببل بس جزء اللي هيبقى فوق، واللي تحت بسيبه. ليه بقى يا رودي؟ علشان مش هتلزق معاكي خالص، ما تلزقش معاكي خالص. التركه دي الرقاق عمرها ما تلزق معاكي. تاني بقى، رقاقه ببلها كويس جدا او بدهنها قوي كويس جدا بالشوربه وبضغط بيها يا بنات. اضغطي بايدك عادي، ولو الرق متكسر ما يهمكيش، هاتي الرقاق او ظبطي وبس. لازم تتبل كويس يا بنات، بليها كويس بالحليب والشوربه وبايدك، واضغطي، او اي حاجه عندك هراسه اي حاجه اضغطي بيها. حلو كده. كل رقين او كل رقين رقاق بندهن دهنه من السمن. برضو حته انك تدهني دهنه من السمن ده بتورقه معاكي وبتخليهولك ما شاء الله تحفه. نزلت هنا بعد كام رقاقه يا رودي؟ بعد 4 رقاقات. نزلت بعد ما بليت أربعة من الرقاق، نزلت باللحمة المعصجة. بعد كده أجيب بقى الرقاق تاني، برضو نفس ال4 اللي أنا حطيتهم، هعمل أربع رقاقات يعني فوق. ببلها كويس جدا. لو الشوربة بردت معاكي سخنيها تاني على النار أو اغليها على النار وارجعي اشتغلي تاني. أنا هنا عشان اشتغلت بسرعة محتاجتش إن أنا أغليها تاني. ببلها كويس جدا وبضغط يا بنات. برضو التركات الضغط دي فعلا ما شاء الله بتخلي الرق معاكي بيبقى كأنه قطعة واحدة كده، زي ما حضراتكم شفتوه في أول الفيديو، زي الفطير كده، وبيبقى مورق، ما تخافيش. خلاص خلصنا كده. وبرضو كل رقين بدهن دهنة من السمن. بسيطة جدا وسهلة جدا، والبنات الأمارات اللي لسه بيدخلوا المطبخ قريب ممكن يعملوها ببساطة، والبنات العرايس الأمارات وأي حد يحاول يعمل صينيه رقاق هتبقى معاكي احلى صينيه رقاق ان شاء الله. ممكن تستغني عن اللبن او الحليب، ايوه طبعا ممكن نستغنى عن الحليب. ممكن نستغنى عن الشوربه، ايوه برضو ممكن نستغنى عن الشوربه. الموجود عند حضرتك، عندك شوربه تستعمليها، عندك حليب حضرتك ممكن تستعمليه لوحده، شوربه لوحدها، الاتنين اللي تحطيهم مع بعض بيدي الميكس رهيب وبيدي طعم خطير يا بنات. بتمنى تجربوها كده. خلصنا ال4 رقات التانيين، بتجيبي بقى كده معلقتين او كوبشتين كده من الخليط اللي احنا عاملينه الشوربه باللبن، وانزلي كده على الرقاق. دهنة سمنة بقى محترمة كده، كل حاجة مستوية عندنا. هندخله على أعلى درجة حرارة، بيقعد بالظبط من ربع لتلت ساعة يا بنات. وكلي أحلى صينية رقاق. بتمنى تجربوها بطريقتي وبالتركاية دي. بصوا والله هنا الكاميرا ظالمة اللون كمان، ما شاء الله كان لون قمر. قلبت الصينية طلعت بالقمر اللي حضراتكم شايفينه ده. وانا عماله اقول قمر قمر كتير بتضايق ناس على فكره، انا اسفه. يلا بقى، بتمنى تجربوها بطريقتي، ولايك وشير، اهم حاجه اللايك والشير يا بنات. بتمنى ما تنسوليش في اللايك والشير. دمتم نعمه في حياتي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.